السلام عليكم حبايبي، كيفكن؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. ورجعت لكم فيديو جديد ويوم جديد ويوم كله تفاؤل ونشاط وحيوية إن شاء الله. نبدأ بالصلاة على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هون حبايبي أبي إجا لعندي وجاب لي حليب، وأنا صفيته غليته دغري مشان ما يخم ويصير له ريحة. واليوم راح نسوي محشي بس بطريقة غير، راح نسويه على النار. مثل ما شايفين أنا هون جهزت وطبقت كل شي، ما كان عندي وقت الصراحة إني صور كل شي. الحشوة العادية السورية، وهون حبيت أعملها على النار وبتطلع كتير طيبة. أنا سرعت الفيديو لحتى ما تملوا مني، وأنا عم نزل مقاطع كتير قصيرة لحتى ما حدا يمل بالفيديوهات. والفيديوهات الطويلة الواحد بيمل وبيرجع بيجرى وهيك يعني. فضلا اللي ما اشترك بالقناة يا ريت يشترك بالقناة ويدعمني باللايك. وأنا سبق وقلت إنه هاي القناة مصدر رزق لإلي ولولادي، وإن شاء الله بيرزق الجميع، وإن شاء الله وصل لل1000 مشترك وتتفعل قناتي إن شاء الله بإذن الله، وبعون الله وبعونكم إن شاء الله. أنا يا جماعة بحب الطبيعة، بحب هيك صوت النار، وخصوصي بالشتاء بحب الطبيعة كتير والطبخ في الطبيعة. وإن شاء الله بيقدرني ويكرمني وأعمل طبخات كتير طيبة. هلأ هون حسب قدرتي أنا عملت، وإن شاء الله تتطور القناة وتتفعل ونعمل شغلات حلوة مع بعض إن شاء الله. الله يكرمنا يا رب ويكرمكم جميعا. وهون أنا كنت حاطة العدس الأصفر على النار لحتى ساوي شوربة. بتعرفوا برمضان شوربة العدس بتعطي طاقة وكتير طيبة كمان وبتعطي نشاط، وهي كلها فيتامينات مثل ما الكل بيعرف. وبالأيام الجاية إن شاء الله رح نعمل فيديوهات كتير قوية وكتير حلوة، ورح نسافر كمان إن شاء الله. رح فرجيكم أماكن كتير حلوة وكتير راقية، وإن شاء الله كل شي رح أعمله رح يعجبكم إن شاء الله يا رب. وما في أجمل من البساطة والحياة العادية، وما في أحلى وفعلا يا جماعة القناعة كنز لا يفنى مثل ما قالوا. وفعلا انه كونك رضيانة بعيشتك، وحتى لو كنتي فقيرة، وحتى لو كان الحال معدوم، اذا انتي رضيانة وعاجبك يعني وضعك، هذا كنز كبير وما بيتعوض. في نسوان بتنق على جوزها، لا أنا فقيرة وهديك عنده وولادن عندن وأنا ولادي هيك وأنا ما عندي. هاي عن جد بيكون الله بيعونها، الله بيعونها على الحال اللي هي حاطة جوزها وولادها فيه. وكل وحدة فقيرة وما عندها يعني الإمكانيات، يا ريت تقوم وتشوف لها شي شغلة أو شي مصدر رزق لها ولجوزها، تساعد جوزها. الشغل كله مو إنه تشتغلي مثل الرجال، في شغلات يعني أنتي بتقدري تعمليها وبتقدري تسترزقي منها. إن شاء الله بيرزق الجميع يا رب. بتمنى الكل يتشجع، ونحن بسوريا الوضع كتير صعب. بتمنى الكل يتشجع، وحتى لو تفتحي قناة، حتى لو تشتغلي الشغل في كتير شغلات النسوان تقدر تعملها وتقدر تشتغلها حتى لو في البيت، وبيكون مصدر رزق إلها ولولادها ولجوزها، وتكون اليد المعين لجوزها وتعينه. إن شاء الله بيعين الجميع، والله بيرزق الجميع، والله يفتحها على الجميع إن شاء الله. وإن شاء الله وإن شاء الله الله يفرجها علينا يا رب، ونخلص من هالحالة إن شاء الله إن شاء الله يا رب. وبتمنى منكم دعوة حلوة لإلنا، لأنه نحن عن جد في حصار
ووضعنا كتير صعب بسوريا. بتمنى من الجميع يدعوا لنا إنه الله يفك الحصار عنا وترجع سوريا مثل ما كانت، ونرجع يرجعوا أهلنا وأحبابنا اللي غايبين عنا صار لهم سنين. آه، أنا مثلا صار لي 8 سنين مو شايفة أختي، صار لي كمان شي 7 سنين مو شايفة أخي. يعني الله بيعيننا على هالحال يا رب، الله بيعيننا على هالحال يا رب، ويرد كل غايب لأهله يا رب. وإن شاء الله ترجع سوريا ويرجعوا أهلنا وأحبابنا ونعيش مثل قبل، بدون خوف وبدون حرب يا رب. إن شاء الله بتنتهي على خير يا رب. وفي ناس كمان إلى 10 سنين، وفي ناس إلى 15 سنة مو شايفة أهلها، وفي أمهات اشتاقوا لأولادهم، وفي أبهات اشتاقوا لأولادهم كتير. الله بيعين إن شاء الله، الله بيعين إن شاء الله ويفرج عنا يا رب. وهون حطينا الفطور، وكان أبي عنا والحمد لله كان عنده إبرة وعطيته إبرته، وهلأ هو تعشى معنا وعملت الحليب اللي جابه، عملت له لبن رايب إله وإلي. لا تنسوا اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.